بلاش تاكل المانجا لو انت مريض سكر، لانها هترفع لك من سكر الدم، وكمان نسبة الصوديوم فيها عالية. يا ترى بقى الكلام دوت صح ولا لا؟ وايه الاحسن، هي ولا التين الشوكي؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه في الفيديو النهارده، بس عايزك تصلي معايا على النبي الاول. لو جينا كده اول حاجه للمانجا، هنلاقي ان كل 100 جرام منها بيديك 60 سعر حراري و15 جرام من الكارب، وغنيه جدا ببعض الفيتامينات زي A وK، وكمان بتحسن معاك من المناعه، وغنيه جدا بمعدن البوتاسيوم. وهنلاقي ان الحمل الجلايسيمي بتاعها لكل 100 جرام بيوصل من 7 ولحد 8. والمفاجاه بقى ان نسبه الصوديوم فيها قليله جدا، وبتوصل 1 مللي جرام لكل 100 جرام منها. اما بقى لو احنا جينا للتين الشوكي، هنلاقي ان كل 100 جرام منه بيوصل 40 سعر حراري، وفي 9 جرام من الكارب و3 جرام من الالياف. وهنلاقي ان الحمل الجلايسيمي بتاعه بيوصل لحد 3 لكل 100 جرام منه، ويعتبر فيه نسبه ميه كويسه جدا، وبيساعد على تنظيف الكلى وبيحسن من صحه الكبد. فمن هنا اقدر اقول لك لو انت مريض سكر تقدر عادي جدا تدخل الاثنين في الدايت بتوعك، لان الحمل الجلايسيمي بتاعهم قليل جدا، وتقدر توصل في المانجا لحد 150 جرام يوميا من غير ما تدخل معاها اي مصدر بروتين او الياف او دهون صحيه. بالنسبه للتين الشوكي تقدر توصل لحد 200 جرام يوميا لو انت مريض سكر، ونفس الكلام لو هو ما فيهوش معاه اي مصادر بتبطئ من الهضم. فانت تقدر عادي جدا تنوع بينهم في الدايت. ولو عجبك النوع ده من المحتوى، اكيد مش محتاج اقول لك هتعمل ايه.